قفزة نوعية ما سبقها مثيل. نعم، أول حاسوب مغربي 100% يحمل علامة صنع بالمغرب. شركة أطلس المتخصصة في الحلول التكنولوجيا والخدمات والمعلومات. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي، وأسعد الله أوقاتكم بألف خير. مرحبا بكم في تفاصيل هذا الفيديو الجديد. شركة أطلس سيستمز المتخصصة في الحلول التكنولوجيا والخدمات المعلوماتية تقدم لنا أول جهاز كمبيوتر صنع في المغرب، وأطلق عليه اسم أطلس. أجي نعرفوا مميزات هذا الحاسوب والنقاط المهمة اللي خاصنا نعرفوا على هذا المشروع إن صح التعبير. أكيد هي رؤية للمستقبل زاهر في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاقتصاد المغربي. كمبيوتر محمول من الجيل الجديد، يعمل بنظام مغربي 100%، ومجهز بتطبيقات مغربية تعمل على ترويج للثقافة المغربية والاقتصاد المغربي. ذات تصميم متفوق لحماية البيانات. وبالنسبة للغات الموجودة في الحاسوب فكاين اللغة العربية، وكاين اللغة الأمازيغية والفرنسية والإنجليزية. يتميز الحاسوب بشاشة عالية الوضوح، مثبت مسبقا في الجهاز 50 برنامج، بالإضافة إلى مجموعة الأوفيس ومميزات أخرى. أول شيء، هنيئا لنا بكل صراحة بهذا الحاسوب، وخا بدينا معطلين في هذا المجال، ولكن أفضل حاجة هي تجي معطل ولا ما تجيش. علاش قلت هكا؟ لأنني كنتيق في الكفاءة المغربية، ولو كان دعم واهتمام بهذا المجال في واحد الوقت أكيد غادي تشوف تطور كبير في هذا المجال، واقتصاديا غادي تدير بلاصتك مع أضخم الدول العالمية الرائدة في هذا المجال. ولكن ما مشاش الحال باش تكون مبادرة ومشاريع من هذا النوع. أولا، حماية للبيانات والمعلومات والاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتوج المحلي بحال عند الدول المتقدمة. وفي هذه المسألة فيك تعرف أن الدول عندها بعد اقتصادي وعندها بعد معلوماتي، وهذا الشيء ماشي كيجي بالهضرة وبالخرافات، هذا الشيء كيجي بالعمل والاجتهاد. وهذا هو المنهج اللي متجه فيه المغرب، ولله الحمد غادي درجة درجة، حيث كيف ما كنعرفوا الحرب اللي كاينه حاليا هي الحرب المعلومات والبيانات وحرب الاقتصاد. باش تطور حاسوب وبنظام وتطبيقات من تطوير مغربي محلي، فهذه حد ذاتها مبادرة في مجال الأمن المعلوماتي. وكيف ما كنعرفوا دابا العالم كيستخدم أجهزة لشركات عالمية اللي كتستغل من طبيعة الحال هاد المعلومات. هنا فين كتعرف راسك راك مضيع بزاف ديال الحوايج. وفي هذا السياق خاصنا نشجعوا المنتوج المحلي، لأنها قفزة نوعية في هذا المجال بكل صراحة. أكيد حاسوب أطلس بحال جميع الحواسيب والأجهزة في العالم كتلقى القطع والشرائح اللي في الجهاز هي لشركات مختلفة. ما يمكنش أن شركة واحدة تصنع لك هادشي كامل. راه في أي مجال في العالم راه هذا هو النظام. راه لا بغيتي تصنع غير صباط راه خاصك تجيب مسمار من الصين. نعطيو مثال حقيقي، بحال مثلا شركة سامسونج للهواتف أو شركة اش بي للحواسيب مثلا، راه ماشي هي اللي قامت بالتصنيع ديال جميع القطع اللي في الجهاز. راه شركات أخرى اللي مختصة في التصنيع ديال الشرائح والرقائق اللي كتكون في الأجهزة، بحال مثلا شركة انفيديا، شركة جيجا بايت، شركة انتل، والقائمة طويلة هي اللي كتصنع لنا بحال هادشي. وكاينين شركات اللي مختصين غير في التجميع وهكذا. وكنظن ان الفكرة واضحة، امثلة واقعية خوتي، وهذه انطلاقة نحو المستقبل. الا قدرنا نديرو شي حاجة نديروها، الا ما قدرناش نديرو يد في يد وندعمو بعضياتنا، وتكون إشادة بهذه الإنجازات وإشادة بهذه الكفاءات ديالنا، حيث هما اللي قادرين يزيدوا بينا القدام. إلى هنا خوتي غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى من صميم القلب أن أكون خفيف الظل عليكم، وألقاكم في فيديو جديد إن شاء الله وفي مناسبة جديدة. إلى اللقاء.